ازاي اتخلص من تعلق شخص بحبه؟ خلينا نبتدي بمقولة للدكتور مصطفى محمود الله يرحمه، بيقول فيها إن الحب الحقيقي هو اللي بيحررك مش هو اللي بيسجنك. ده رقم واحد، اكتب المعلومة دي. معلومة رقم اتنين أنا عايزك برضو تحطها لو أنت متعلقة أو بتتعبي أو بتعاني من التعلق، إن لا يوجد إنسان على وجه الأرض لا يعوض. الشيء الوحيد الذي لا يعوض هو الله سبحانه وتعالى. أنت عارفة أنت بتتعذبي باللي بتتعلقي بيه ليه؟ لأن أنت اديتوله صفة من صفات الله عز وجل. يعني إيه؟ يعني الله عز وجل هو الوحيد الذي لا يعوض في هذا الكون، فلما أنت خدت الصفة التي لا تليق إلا لله حطيتيها في المخلوق فبقيتي عماله تتعذبي بيه. وفي حاجه انت غافله عنها خالص على فكره، ايه هي؟ ان الله عز وجل يغار. انت عارفه قصه سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل؟ هو ليه ربنا امر ان هو يذبح؟ سيدنا ابراهيم قعد اكتر من 80 سنه بيتمنى الولد، ولما جاله الولد ربنا جات له رؤيه لسيدنا ابراهيم في المنام ان يذبحه. عارفه ليه؟ لان الله عز وجل يغار. ربنا ما بيحبش حد ابدا يشاركه في العبد بتاعه. يعني ربنا عايزك ليه لوحده، مش ان انت مع ربنا مع اشخاص اخرين. النبي عليه الصلاه والسلام ظل يبكي ويقول اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي. النبي نفسه بيشكي لربنا ان هو كان ضعيف، قوته كانت ضعيفه. فانت اكيد مش اقوى من النبي، قلبك اضعف بكتير من الحاجه اللي انت بتتعلقي بيها. رقم ثلاثة، علماء النفس بيقولوا إن التعلق ده هو العبودية الخفية. أنت ترضي إنك تتعبدي لإنسان من حيث لا تشعرين. ذكرت قبل كده في فيديو إن التعلق من طرف واحد ده بيفعل نفس مناطق الإدمان في الدماغ. أنت بتبقي واقعة في الإدمان حرفيا وأنت مش واخدة بالك. لازم تعرفي إن التعلق ده مش حب، التعلق ده ضعف شديد جدا. أنت عارفة الفرق بين الحب والتعلق إيه؟ الحب إنك بتحب شخص وبيحبك، لكن التعلق إنك مش قادرة تعيشي من غيره. والصفة دي لا تنطبق إلا على الله سبحانه وتعالى. لكن انت خدتي كل الصفات الالهيه وخليتيها البشر، لا قادره تاكلي ولا قادره تشربي ولا قادره تنامي ولا قادره ولا قادره. استبدلي ده كله بالله عز وجل. خصصي وقت لقراءه القران، قومي صلي ركعتين وقولوا له يا رب انا مش قادره اعيش، انا قلبي تعبني. شوفي في نظريه اسمها نظريه ايه؟ البعد التقني. عارفه اللي هو ايه؟ اي هديه هو جابها لك او اي حاجه هو بتفكرك بيه اتخلصي منها خالص. اي حاجه تخلصي منها ارميها، احرقيها. اخيرا حاول تحيط نفسك بالصالحين. الله عز وجل يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. روحي حلقات تحفيظ قرآن، روحي ان انت صاحب من الصالحين، روحي تعلمي لغة، روحي تعلمي اي حاجة تنفعك، بدل ما انت قاعدة عمالة تشوفي التليفونات والذكريات وقاعدة عمالة تتذكريه هتتعذبي. ليه نختم الفيديو واقول لك اي حاجة او اي حد انت بتتعلقي بيه من دون الله هتدفعي ثمنها تعب وقلق وحزن وألم. وتذكري انك اغلى من ان تهدرين ممن لا يراك. لو الفيديو ده عجبك يا ريت ان انت تشاركيه مع حد، او لو مع زميله ليكي انت متعلقه زيك او بتعاني. ولو عندك سؤال في التعليقات يا ريت لو سمحتوا تكتبوه وانا ان شاء الله هبقى ارد عليكم. ويا ريت تشارك القناه دي يا اخوانا دعما للمحتوى المفيد وطردا للمحتوى التافه. شكرا.